والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في قلوبكم هاكتو وانكتبوا في التعليقات، لا تستحوا، التعليقات قابلة. أعزائي المشاهدين ومشاهدات الأحياء منهم والأموات، وكل عام وانتم بخير وجمعة مباركة وأسعد الله صباحكم كل خير أهل الخير. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي محمد والتعالى أخواننا في فلسطين أن الله يكون في عونهم وينصرهم على القوم الكافرين وإسرائيل وجميع اليهود. وسلامتكم ونبدأ في الفيديو. اليوم الموضوع أكيد على المغترب، ما أدرك ما المغترب. أنا ما يقهروني إلا تخيلوها، اللي يقول لك المغتربين يجحفوا، ولا تخيل يداوم من 6 ل 12، من 6 الصباح ل 12 في الليل، يجي يقول لك واحد بيجحفوا يا غالي. طيب يا غالي ادخل اجحف معانا. اللي عاد اللي يقهرك في اليمن يتخيلها صاحبك، ابن عمك، صديقك، أي واحد غريب قريب، تخيل يقول لك ارسل ب500 يا غالي انتم تجحفوا هناك. طيب يا غالي ادخل اجحف معانا، الله يهينك ذا الحين. أنا بكلمكم عن بداية قصة المغترب. أقل واحد يشتغل 1000 و5000، أكثر واحد يشتغل 2005 3، نادر أن تحصل 3، 1%. طبعا اللي يشتغل ب2005 هذا مو معاه كفيلة برا، أول يا بادي كفيلة يطلبها في الشهر 500 300 حواليها، و500 صرفها للبيت، و100 انترنت، واحسبوه معي 100 انترنت و200 صرفتها ولا 150، كله على الاقتصاد. كم بقت له وانت تضرب. وتخيلوا لا تحسبوا انه ما يدرى نهاية السنة جاية يبغى تجديد إقامة، اللي يجدد ب6000 5000 10000، في ناس يجدد أقل واحد يجدد ب4000. يعني كله هم وغم. وعاد ويجي يقول لك انتم بتجحفوا يا عيني عينا. ولا يشتغل ب1005 اضربوها، يعني اللي يشتغل مع 1005 معاه كفيلة، يعني يرسل 500 للبيت وبقيت له 1000 وين يوديها؟